السلام عليكم ورحمة الله، اخواتنا وحبايبنا في كل مكان، منورين ومولعين الدنيا. النهاردة ان شاء الله معاكم في حلقة جميلة. بإذن الله جبنا بفضل الله تعالى تماسيح جديدة. النهاردة نملى لهم حمام السباحة لأول مرة يا اخواتي. بإذن الله هنعوم معاهم. ويعني النهاردة حلقة جامدة جدا هنتكلم فيها عن كل اللي حضراتكم عايزين تسمعوه فيما يخص تربية التماسيح. تمام. هو حيوان جميل جدا على فكرة، لو انت بتربيه من هو صغير بيكون هادي وما بيقعدش وبيتربى بره مصر. وفي ناس بتاخده حيوان أليف، يعني هو يعني ابنك على حسب ما تربيه. لو هو من هو صغير بتتعامل معاه عارفك حافظك بيطلع هادي. لكن لو عكس كده بقى فاهمني الكلام بيختلف. طبعا بالصدفة وانا بصور ببص لقيت في سمكة ماتت عندي في حوض السمك. هو خبر يعني محزن شوية بالنسبة لنا، يعني كواحد بيحب السمك وعامل الحوض، ولكن هو خبر حلو للتماسيح عشان ان شاء الله هناكلهم سمك النهاردة بقى بالمناسبة دي. طبعا التماسيح وهي صغيرة انا طبعا بدأت بملى الحوض السباحة حبة حبة. لو حضراتكم واخدين بالكم هتلاقيهم مرة واحدة يعني المية بتزيد. هما بيحبوا السمك جدا، هما صغيرين كمان ممكن ياكلوا لحوم الفراخ. بياكلوا اي لحوم يعني على قدهم كده. هما في العمر ده ممكن ياكلوا القوارض الصغيرة، مفيش اي مشكلة. يعني اي حاجة فيها الروح هتعوم على وش المية بقهم يقدر يجيبها هياكلوها وهيعتمدوا ومش هيقولوا لا. تمام. طبعا انا المفروض بعمل لهم جزء كبير في ميه وجزء كبير في يابس، يعني 50 كده و50 كده 50-50. وبيزنس از بيزنس تمام يا اخواتي. اما انا اخواتي اللي وصل معايا لحد هنا يوصل معايا لحد هنا منساش يفعل جرس الاشتراك ويتأكد من تفعيل زر التنبيه ولايك وشير وكومنت جميل عشان الحلقة دي لو عدت ان شاء الله 1700 لايك و700 تعليق بإذن الله بإذن الله أوزع هدايا من الحيوانات اللي عندي لأخ من إخواتي من الكومنتات. طب لو بتشوفنا من على الفيس فبإذن الله يا قلب أخوك وحضرتك، لو طبعا الصفحة بتاعتنا عدت 20,000 متابع اليومين دول. طبعا ده يعتمد على حضراتكم كل اللي بيشوف الفيديو. يعني ما تعديش الفيديو واعمل متابعة بالله عليك يا أخي، واللايك واللاف يعني عشان لو عدينا برضو قول مثلا هنتكلم في 2000 لايك بس على الفيسبوك، يعدي بس الفيديو ده 2000 لايك. تمام. وخليها برضو 700 كومنت زي ما اتكلمنا من شوية على منصة يوتيوب، عايز اللي يعني لو كنت تبقى قريبة من بعضها. تمام. انا مش طماع يعني. وبإذن الله بإذن الله اوزع برضو هدايا حيوانات جامدة جدا لاخواتنا من على الفيسبوك. تمام. يعني الطلبات بسيطة والله يا اخواتي يعني. ولايك وشير بقى وكومنت جميل على كل المنصات. وانزل يا دولي انزل يا متدلع. ادي اهو زي ما حضراتكم شايفين الحوض بدأ يتملي. دول حبايبي حبايبي الصغننين. بصوا انا هنا في اللحظة دي بصراحة لقيت المية جميلة. تمام. وهم عمالين بيبرطعوا. قلت الله هو انا ماليش نفس انزل ولا ايه؟ فهطلعهم الاول ياكلوا على بال ما انا انزل اروق على نفسي شويه. تعالوا بقى السمك اللي احنا جبناه ناكله لهم. طبعا انا اديتهم السمكه ما عرفوش ياكلوها لسه صغيرين على فكره، حتى عضتهم خفيفه قوي ما تحسش بيها. فما مش عارفين ياكلوها، فانا اضطريت ان انا اقطعها قطع صغيره. تمام. علشان يعرفوا ياكلوها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهيبداوا المعلمين لا ما ده مفيش خناق هنا، انا مش عايز حد يتخانق هنا، مش عايز حد يتعلم هنا. بصوا يا جماعه تحس فيلم الناظر قلبنا عليه مره واحده. فبياكلوا طبعا التمساح كل ما اتحط في مكان ضيق كل ما طوله قل. تمام. يعني في حاجات بتتقزم في مصر بسبب ان الناس بتربيها وتحطها في مكان صغير. لذلك انا لو حضراتكم شفتوا بحطهم في حمامات سباحه وبنزل اعوم معاهم ساعات. انا نزلت طبعا شويه كده اروق على حالي. تمام. دون التماسيح وهم يعني الله يبارك لهم ويوسع عليهم. اللي عنده تماسيح زينا يصور فيديو ويقول لنا ويعومها زينا. واحنا بفضل الله بالله ما فيش زينا. طبعا بحاول احط لهم جزء يابس وجزء ميه. وطبعا الشمس مهمه جدا للتماسيح. التمساح بيوصل لحد 5 متر بس بيتقزم في الاسر حسب المكان اللي انت حاطه فيه زي ما قلت. لما بيكبر بقى بياكل معاك اي حاجه،
هتديله كتاكيت، سمان، حمام، يمام، لدرجة إنه ممكن ياكل فرخة كبيرة. يعني زي ما حضراتكم بتشوفوا في الطبيعة، ممكن ياكل حاجات بتوصل لحد الغزلان والحاجات دي، بس طبعا حسب يعني الحجم بتاعه. تمام. طبعا دي حاجة أليفة كانت متربية مثلا معايا في البيت، فهي حاجة أليفة مفيش منها أي خطورة، لا أي أذى ولا بتعمل أي حاجة، بل بالعكس أنا بعوم معاهم يعني. وهوري حضراتكم حالا بالا فعلا. تمام. ده التمساح هو بيروق على حاله، طبعا بياخد سنة شمسية كده وبره المية. تمام. بص يا اخواتي، بنلعب وبنعيش وبنولع الدنيا، وعيش وسيبنا عيش. وبيحبوني على فكرة، بيحبوني وانا بصوا حضراتكم واخدين بالكم، هو في ورايا وفي تحت رجلي، بس حضراتكم مش هتشوفوهم. طبعا انتوا على راسي من فوق، وفي اللي على ايدي اهو. بس بقى عادي يعني، عايز اقولكم ان انا يعني فضل عند كلمتي، ما بيزوش اللي بيزن البني ادم، لكن الحيوان ده ما بيزيش. ادي اهو يا جماعه التماسيح معانا، في سلحفاه جنبنا الناحيه التانية، في القط مش بتاعنا. بفضل الله حيوان اليف جامد جدا جدا جدا. وانا بحب التماسيح، ويعني اللي هيربيها يعمل لها مكان جامد وديكور جامد وجزء ميه وجزء يابس والشغل ده. انت بص، من اجمل الحيوانات اللي هتبقى ربيتها في حياتك يعني على فكره. واحنا لسه بنبدأ، والجاي دمار وضرب نار، وانتظرونا باستمرار. طبعا اسعار التماسيح وهي صغيرة غير وهي كبيرة، يعني كل ما بتكبر شوية كل ما سعرها ما بيزيد. تمام. التمساح هقول لكم كام معلومة قبل ما اختم، مش هناخد الفيديو كله هزار. ثواني بس الكاميرا تيجي. خليكم معايا يا اخواتي، لو سمعنا لحد هنا اللايك والشير والكومنت الجميل يا اخويا، قلب اخوك. التمساح عنده لسان، عشان الناس اللي بتقولك ما عندوش لسان، نظره حاد جدا. في الغالب بيحبوا ياكلوا مع بعض، وشرهين جدا على الاكل لو مسكوا فريسه في الطبيعه، لدرجه انهم بيقعدوا يقلبوا فيها في الميه لحد ما يغرقوها وياكلوا فيها براحتها ويتلذذوا. والام عندها وفاء جدا لاولادها. تمام. وامومه، يعني على عكس بعض الحيوانات التانية، لا التماسيح عندها الامومه عاليه جدا جدا يا اخواتي، ما شاء الله تبارك الله. والام بتحط عيالها في بقها اول ما بيطلعوا من البيض، ولو فتره الاحتضان بتاعه البيض بتدافع عن البيض. ده يعني قدام اي حد بيحاول يهوب ناحيته. ولما بيفقس البيض بتاخدهم وتنزلهم الميه، ومش عشان تاكلهم، لا ده علشان اللي هي تعلمهم وتكون جنبيهم. ويعني عندهم أمومة عالية جدا. والتمساح يعني صفاته كتيرة جدا، وأي حيوان تحط بالك معاه هتفكر يعني جنب منه، هتحط دماغك قريبة من تفكيره، هتتعلم منه كتير. مفيش حيوان حد بيربيه ما بيتعلمش منه. كل الحيوانات يعني أمم أمثالكم، زي ما قال الله عز وجل، أمم أمثالكم تتعلم منها يعني. وتقول سبحان الله على حكمته في خلقه، وسبحان الله يعني ما شاء الله تبارك الله، وله في خلقه شؤون. تمام. التماسيح طبعا معمرة، بتعيش سنين كتيرة جدا. طبعا ما عندناش في مصر غير التمساح النيلي، عشان اللي بيقول لك انا عايز نوع تاني، لا ما فيش غير ده اصلا اللي عندنا، هو الاخ ده. بصوا يا جماعة، ولع الدنيا ويخرب الدنيا والجاي دمار.